ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض اليوم حاجة كلنا بنحبها جدا، محدش بيختلف عليها ابدا، كبير او صغير بيحبها. وطبعا عرفنا هي ايه، كفتة الرز، وخصوصا وهي متحمرة بتجيب كل اللي في البيت للمطبخ. وطبعا بتكون احلى لو انتي اللي عاملاها من ايدك في البيت من الاول. يلا بينا نبدأ، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده. معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، بجيبها كده مفرومة، وبرضو لسه طبعا هفرمها مع باقي المكونات. ودي ربطة من الشبت والبقدونس وربطة من الكزبرة. وهنا اخدت من الثوم المتقشر ده 4 فصوص من الحجم الوسط هضيفهم عليه. وهنا برضو نص كيلو من الرز المطحون، انا غسلته ونشفته وطحنته. والتوابل بتبقى ملح وفلفل وكمون، وشوية كمان من الكزبرة. في الكبة بقى هضرب اللحمة المفرومة تاني خالص كده، علشان خاطر لازم برضو طبعا تتفرم كويس جدا برضو. وهنضيف لها بقى باقي المكونات، انا هضيف بقى شوية كده من الكزبرة على الشبت على البقدونس، وطبعا على سرعة عالية عشان خاطر كل ده يتفرم مع بعضه. وبضيف بقى كل شوية، ضفت بقى باقي الخضرة كلها، وهفضل اضرب فيهم لحد ما خلاص كده احس ان الخضرة كلها اندمجت. وهنا برضو بضيف الثوم. ايه، ممكن نفرم الحاجات دي بره، يعني ممكن ان انا افرم البصل وافرم الثوم، بس انا متأكدة ان هما لما ينزلوا هيتفرموا معايا كويس جدا، فعشان كده انا بفرمهم مع اللحمة عادي والخضرة. ضفت بقى البصلتين دول، كانوا بصلتين حجم صغير. واخر حاجة بقى نزلت بالرز المطحون. ايه، ممكن نجيب الرز ده من بره او ممكن احنا نعمله في البيت. انا غسلت نص كيلو من الرز ونشفتهم خالص، وبعد كده طحنتهم. إيه، كان برضو سهل وسريع، بس اهم حاجة ان الرز يكون ناشف خالص عشان خاطر يتطحن معاكي بسهولة. واخر حاجة بقى هضيفها التوابل، يعني معلقة من الملح ومعلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة ومن الفلفل الاسمر. وطبعا هندوق الملح بتاعها وهنظبطه على حسب الطعم بتاعه. وكده خلاص. كانت سخنة جدا، حاولت ان انا اخد قطعة كده واوريها لكم ان هي عادي، يعني اتعجنت معايا واتشكلت بكل سهولة حتى وهي سخنة. حطيت بس شوية زيت في ايدي، دهنت ايدي زيت. وشكلت بقى الصابع زي ما انتوا تحبوا، عايزينه صغير، في ناس بتعمله صغير خالص، عايزينه كبير. طبعا التشكيل ده على حسب مزاجكم وراحتكم. وهنا كده خلاص خلصت كل الكمية، ما شاء الله النص كيلو طلع معايا كمية حلوة قوي. طبعا اوفر ما نشتريه من بره، وحلوة جدا وبتسهل، والولاد طبعا مدمنين طبعا كفتة الرز دي وهي بتتحمر. وفي طاسة بقى سخنة، زيت غزير زي ما انتوا شايفين، اهم حاجة الزيت يكون سخن. هضيف بقى شوية حلوين كده من الكفتة لحد ما تاخد لون كده، خلاص خدت لون. بس اهم حاجة بعد ما ننزل بالكفتة نهدي النار شوية للوسط عشان ما تتحرقش مننا. بس وهخرج بقى كل الكمية اللي انا عملتها. وهنا بقى هجهز تسبيكة الطماطم، حلة ضفت فيها معلقة من السمنة ومعلقة من الزيت، وضفت بصلاية صغننة وفصين من الثوم، وهضيف لهم شوية من الملح وشوية من الفلفل. يعني هدبل بس البصل، مش هياخد اي لون. وبعد كده نزلت بالطماطم، كان نص كيلو من عصير الطماطم، وبغطي عليها الحلة لحد ما تتسبك، وبضيف لها الكفتة. زي ما انتوا شايفين خلاص جهزت معانا، والكفتة ما شاء الله مفكتش خالص في الصلصة، وطعمها كان جميل جدا. طبعا انا من هواة ان انا باكل الكفتة متحمرة، لازم نصها يخلص كده انا والولاد في البيت. يا ترى انتوا زيي ولا ايه، بتحبوها في الصلصة اكتر ولا متحمرة اكتر؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعارات بالوصفات الجديدة قبل اي حد. واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة، مع السلامة.